صباحكم فل وخير وسعادة. يوم اتنين بداية أسبوع جديد هنا في البرازيل. فيها لما فتحت اللايف امبارح في ناس سألت مميزات البرازيل إيه؟ البرازيل والله يا جماعة مش بس كورة وسامبا، دي بلد فيها راحة نفسية مش طبيعية. الناس طيبة وبتضحك دايما، والأسعار هنا أرخص من دول كتير، ولكن المرتبات هنا برضه مش أحسن حاجة. كأجنبي تقدر تفتح مشروع صغير أو متوسط، وكمان في تأمين صحي مجاني. كل حاجة هنا مجانية في البرازيل، مستشفيات مجانية، عندك حدائق تقدر تروح تقعد فيها انت واسرتك مجاني، المنتزهات كلها مجانية، الشواطئ كلها مجانية. حياتك هنا في البرازيل يعني بيعاملوك بدفء، مفيش عنصرية مع الشعب طيب وودود جدا. الشعب طيب وودود وبيحب الناس كلها. فهنا البرازيل مميزاتها اللي مفيش حد هنا برازيلي اصلي الا بتوع الشمال اللي هم في الامازون. فمعنى ان كل واحد هنا عنده سانجي استرانجيرو، يعني دمه اجنبي برضه، حتى لو هو بقاله من الجيل الثالث او الرابع. تمام. فانت هتلاقي حياتك بيعاملوك باحترام، في خدمات، اغلب الخدمات الحكوميه سواء للاجنبي اللي هو مع اقامه دايمه او البرازيلي مجانيه. آه، بيعاملوك بلطف، حتى البوليس، حتى اي حاجه بتخش مصلحه حكوميه بتاخد حقك وبتديهم حقهم. فهمتوا؟ وكمان بعض العيوب اللغه البرتغاليه ضروريه جدا، يعني لازم تتكلم برتغالي. وبعض المدن فيها يعني نسبه الامان شويه ضعيفه، مش دايما، مش عالي قوي الامان فيها. تمام. بس في الاخر البرازيل فيها حياه ودفء، تحس بقيمتك كانسان هنا في البرازيل بامانه. يعني انا لفيت 30 دوله، 30 دوله، اوروبا، لندن، الصين، اندونيسيا، دي كله 30 دوله، والله ما حسيت بالامان والدفء والاشتياق الا في البرازيل. تمام. وخليني اقول لكم على كلمه، يعني انا كعمرو انا راجل واضح وصريح بالمعنى الحرفي. يعني انا لما بقول لك انا عندي شركتي موثقه هنا في البرازيل، بقوم بالخدمات اللوجستيه على اكمل وجه، سواء دعوه لزياره البرازيل من شركتي وبختمها في الكارتوريو، وبعد الكارتوريو بيرسلها عبر السيستم الالكتروني الحكومي لسفاره البرازيل في دوله العميل. يعني انت ممكن ما ابعتلكش الدعوه بي دي اف او عن طريق سيدكس. ليه؟ الكارتوريو بيبعت الكتروني مباشر على السفاره. تمام. والدعوه مش ورقه، لا، الدعوه تعهد والتزام من الشركه للحاجات اللي هعملها للعميل. تمام. ودي بتدي مصداقيه واكثر قبولا في التاشيره بتاعتك، يعني بتديك بنسبه 99 اللي هي تقبل تاشيرتك عشان شركه سياحيه وعميل، وبتروح مباشر على السيستم الحكومي لسفاره البرازيل. دي بتدي مصداقيه وكويسه. والحمد لله يعني النهارده الصبح اتنين عملاء الحمد لله خدوا التأشيرة، زوج وزوجة جايين يولدوا هنا. تمام. ف انا لما اقول لك انا بعمل خدماتي ما باخدش، يعني الناس اللي خدوا التأشيرة دولت بيرتبوا معايا خدمات بعد التأشيرة اللي هي استقبال المطار، ايجاد سكن والكلام من ده. فالناس ديت مثلا انا ما باخدش من ايجاد السكن حاجه، انا بقول لك خدمات استقبال في المطار، ايجاد سكن، يوم الولاده ابعت معاك بنت يوم الولاده، استخراج الاوراق، دي كله انا باخد خدمات اللوجستيه. اما العموله في السكن او العموله في الاوراق انا ما باخدش حاجه. يعني انا بقول لك والله المستشفيات الحكوميه مجانيه، والله الاوراق دي مجانيه، ولكن انا بعملها لك وبضيع وقتي، باخد مقابل وقتي ومجهودي معاك فقط لا غير. تمام. ففي ناس كتير بتتصل، في ناس كتير اتعاملت معايا في السعوديه ومصر والبحرين وقطر والامارات. فالحمد لله انا ما قلتش على حد. وعلى فكره انا من نوع مثلا اللي انا قدمت معاك يعني انت لما تاخد مني شغل انا ما بعاملكش كعميل بعد كده، لا، انا بعاملك كاخ. يعني بص، يعني بعت العميل العملاء بتوعي كلهم صباح الخير صباح الورد، عاملين ايه؟ صباح الخير والسعادة. اه. انا اللي بينهم الشغل، اه. اه.
يعني انا بتعامل مع الزباين، مش بقدر له خدمه وخلاص انساه، لا والله الزباين كلها ببعت لها اصبح عليهم عاملين ايه، عملتوا ايه، وصلتوا لفين. فالحكايه معايا مش حكايه فلوس بس، الحكايه اللي انا بعمل شغل بديك حقك وباخد حقي. تمام. والحمد لله ربنا يرزقنا جميعا. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هقول لكم على فيديوهات يعني تعرفك على الحياه وتبدا منين. حتى انا بعمل خدمات لوجستيه للمشاريع. تمام. الحاجات دي كلها يعني بساعدك في كل حاجه. تعتبرني اخ، تعتبرني صديق. فالحمد لله دام باخد حقي بديك حقك. وحتى لو الشغل انتهى بينا وخلصت شغلك واتمته على اكمل وجه، انا دايما بسال عليك وبطمن عليك. انا قعدت كده. سلام، صباح